يعني شرحت اللي احنا كنا عايزين نقوله يعني. الصراحه يعني اختصرت في الموضوع جامد وودته بشيء مرن جدا جدا للاباء يفهموا الحلقه. اشكرك جدا جدا على المقدمه وعلى موضوع البرنامج، واشكرك استاذ اسراء. اولا علاقه الاباء بالابناء يكون علاقه صداقه، علاقه مبنيه على الصداقه ومبنيه على الحب. لان الصداقه والحب ده مفهوم علاقه اجتماعيه وثيقه تقوم على مشاعر الحب والجاذبيه بين الاباء والابناء. الابناء يحتاجون من الاباء الوقت وليس المال. بالظبط. المسؤوليه زي ما الدكتوره سفينات قالت، المسؤوليه ده رقم واحد، بس الاساس العلاقه مبنيه تبني على الصداقه والحب. يولد بعدهم المشاعر اللي هو الحوار. اذا في حوار يبقى في حريه في البيت مع الضوابط طبعا، بس الحوار بيقلب بقى الطفل المبدع، الطفل القائد، الطفل المتميز بسبب لغه الحوار اللي هي مبنيه كده. واختصرت الدكتوره كمان في موضوع التحقيق. انا اقول معاها اللي هو ان الاب لا يكون سلطه استبداديه في البيت. بالظبط. يكون صديق في البيت وليس سلطه استبداديه، ولا يكون محكمه. لا يجعل نفسه قاضي ولا يجعل نفسه محامي. لان الابن النهارده بينظر الى الام في اخطائها يتحول الاب الى قاضي، واذا الاب اخطا فتتحول الام الى قاضي. فالموضوع الشجار يعني مفيش حوار. دكتور حمدي قنديل سفير النوايا الحسنه، انا بشكرك شكرا جزيلا. عشان ما اخدش اكتر من كده دلوقتي. نورتنا بجد وميرسي جدا على مداخلتك الجميله. شكرا يا دكتور، شكرا يا دكتور على الافاده الجميله دي. تمام. شكرا. دكتور قبل مداخله دكتور حمدي كنا بنتكلم ان في نوعين من الامهات لما الطفل بيقع في غلط قد يكون غير مقصود يعني. خالص. يعني 4 سنين جالك باللعبه من الحضانه. الامهات بيعملوا خطأين، يعني في ام بتعمل خطأ وام ثانيه بتعمل خطأ. الام الاولى لما ابنها لقيت اللعبه تقول ده عادي، ايه المشكله؟ ده يعني طفل ولسه صغير، ويعني هو اعجب باللعبه، ويعني وما تشغلش بالك يا حبيبي، ويمكن ابقى هات غيرها، مفيش مشكله. ليه؟ لانه مش فاهم، مش عارف. طبعا الام دي بتطلع رئيس عصابه كده للاسف. الام الثانيه بتبقى الام اللي بتقوم بدور المحقق، بتدي للطفل ارهاب داخلي، بتعمل له ارهاب داخلي. جت ازاي؟ ومين اللي شافك؟ وخدتها ازاي؟ وحطيتها في شنطتك ازاي؟ وحلال وحرام وازاي؟ وعماله بقى عملت الولد واقف يا عيني قد كده وصغير وعمال مسكين مش عارف يقول ايه، لانه في حاله ميؤوس منها. طبعا تبص ويقولوا عليك حرامي ويقولوا عليك مش عارفه ايه ويقولوا، طبعا كارثه. طب نتصرف ازاي؟ كارثه كبيره جدا. التصرف يبقى بحكمه وبلباقه وبشياكه ومع الطفل. اول ما نشوف اللعبه اللي جابها منين ده حبيبي؟ من الحضانه. انا عارفه واثقه تماما انت خدتها، ما تاخدش بالك، يعني ما كانش قصدك انك تحطها في الشنطه، لان احنا عندنا لعب كتير، وساعه ما تبقى عايز لعبه تقول لماما ماشي، او تقول لبابا ما فيش مشكله. انما لما نشوف كده اللعبه دي اللي جايه من الحضانه، تعال نروح بكره للمس ونعتذر ليها ونقول لها ما خدتش بالي وانا بلم حاجتي حطيتها في الشنطه، ايه رايك؟ ما ده اللي حصل يا ماما. اقول له ايوه يا حبيبي، انا واثقه يا حبيبي ان كده، تعال نروح مع بعض. طب المس مش هتضربني؟ لا مش هتضربك ولا حاجه، مفيش اي حاجه. اذا يا دكتور ده التصرف السليم مهم قوي، مهم أكيد قوي. اكيد. استاذن حضرتك ناخد الحاج محمود من قنا. حاج محمود اهلا بيك. حاج محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا حاج. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. انا بشكر حضرتك وبشكر دكتوره استاذ الله يبارك لها ويديها الصحه ان شاء الله ويبارك فيكم جميعا وفي القناه الجميله دي والله العظيم. ربنا يخليك. اتفضل عندك اي سؤال؟ اشكركم جدا على هذا الاهتمام العظيم والله. شكرا جزيلا ليك. اتفضل لو عندك سؤال لدكتور. فاستاذن حضرتك عايز الدكتوره في سؤالين. الله يبارك فيك يا دكتوره. اتفضل اتفضل. بعد اذن حضرتك يا دكتوره، والله معايا بعد اذنك ابن كبير يعني. وبعدين سعادتك يعني هو منذ الصغر، يعني بيني وبين حضرتك كنت اخاف عليه من منذ الصغر يعني. وبعدين سعادتك كان يعني ايه بيخرج
يتأخر وبتاع، فأنا ما كنتش راضي على تأخره خارج البيت بالليل. فطبعا يعني كنت دائما يعني ايه مراقبه خارجيا وكذا. فيعني مشوا مع الناس الوحشة يعني ايه كنت دائما متابعه. ولكن ساعتك جاء يعني حصل يعني مع كبره وبتاع، جاء بعد ما دخل يعني ودخل في ال 13 سنة وال 16 سنة وبتاع، حصل فيه تغير سعادتك. حصل ايه تغير سعادتك؟ ان انا يعني اتغيرت اسلوبه معايا خالص. اصبح دلوقتي سعادتك يعني منعزل لوحده، ولا يسمع لا ولا يسمع لامه ولا يسمع لحد ثاني، متعصب في البيت مع كل اسر البيت كله باكمله، ويعني غير مستجاب. يعني لا مثلا يعني اقعد مثلا معه عشان مثلا يستجيب لا او يسمعني مثلا في نصيحه يا ابني مثلا كذا او كذا او كذا، ما فيش نهائيا لا سماع لي ولا سماع لوالدته ولا نهائيا. يعني لا عارف اتعامل معاه انا ولا امه عارفه تتعامل معاه. هو حاليا دلوقتي في فتره المراهقه. هو فتره المراهقه دلوقتي يا حاج محمود؟ من سلوكه اسلوبه. حاج محمود استاذنك، الدكتور بتسالك هل هو فتره المراهقه؟ نعم. هو فتره المراهقه دلوقتي؟ هو حضرتك هو يعني في 16 سنه حضرتك. طب ده سؤالك الاولاني، هل عندك سؤال تاني؟ السؤال الثاني، لا انا مش عارف اتعامل معاه ازاي. انا يعني منعزل عن نفسه كده، لا استجابه لامه ولا لابوه ولا يعني ارجوك يا دكتوره والله العظيم انا محتار معاه حيره ما يعلم بيه الا ربنا. لا ان شاء الله. شكرا ليك يا حاج محمود، ودكتور صفيناز هتجاوبك حالا. اتفضل يا دكتور. بالنسبه لابنه فتره المراهقه ده شيء طبيعي جدا جدا، انه يبدا يتمرد ويبدا ما يسمعش الكلام ويبدا يبقى لوحده. ده شيء طبيعي، مرحله طبيعيه وهتعدي. بس اهم حاجه ازاي نتعامل، ده مهم قوي. ازاي ان انا ابدا ان انا احتضن ابني. مهم قوي انك حضرتك تسمع له، اهم حاجه تسمع له قوي وتشوف المشكله اللي بيعاني منها ايه. ارجوك حضرتك بتقول بنديله نصايح، ارجوك ما تدلوش نصايح لو سمحت. بلاش النصايح دلوقتي خالص، انما شاركه. حاول تشاركه في اهتماماته، حاول تشاركه في العمل اللي هو بيقوم بيه، حاول تشوف هو زعلان من ايه، حاول تقعد معاه، حاول تحتضنه، حاول تطبطب عليه. ارجوك بلاش النصايح في الفترة دي المراهق دائما يرفضها، لأنه حس أنه خلاص بدأ ينضج، بدأ يكبر، بقى ليه هو استقلالية. فيعني خلي عنده مساحة من الحرية. حضرتك بتقول ان انت يعني كنت بتزعل لما يتأخر بالليل. ما فيش مشكلة، خليه يتأخر، أرجوك يتأخر بس أعرف هو فين. مهم قوي يتأخر بس أعرف هو فين، أعرف أصدقائه مين، علشان يعني لا يقع فريسة للمجتمع الخارجي اللي ممكن يبقى فيه رفاق سوء، هتبقى مشكلة. إنما أعرف هو فين، خليه يبقى على راحته شوية. ابدأ تابعه من على بعد، أرجوك ابدأ تابعه. بقى زي ما قلت في البداية ما تدلوش نصايح لأنه هيرفض هذه النصايح. إنما حاول تتفاعل معاه، حاول تحسسه بحبك، عبر له عن حبك اللي جواك، شاركه في كل حاجة هو بيعملها. حاول تقعد معاه، حاول تحكي قصة كده تكون يعني تمسه هو شخصيا أو حاجة باهتماماته هو بالظبط، بلاش اهتماماتك انت. فأرجوك لو سمحت من النهاردة هتكونوا أصدقاء مع بعض. من النهاردة هو مش ابنك، هو أخوك الصغير. حاول ان انت تتفاعل معاه، حاول ان انت تتحاور معاه، حاول ان انت تشوف
ايه الاهتمامات بتاعته علشان تقدر توصل لبر الامان معاه. اديله مساحه من الحريه يعبر عن نفسه زي ما هو عايز. يا ريت كمان تديله حاجه مهمه قوي، اديله مسؤوليه. قول له لو سمحت ممكن ان انت تجيب لنا كذا وكذا وكذا لو سمحت من فضلك، عشان انا حتى لو حضرتك يعني لا قدر الله مش تعبان ولا حاجه، يعني تقول له ايه بس النهارده تعبان شويه، فلو سمحت ممكن تجيب لنا كذا وكذا وكذا للبيت. ايه ده بابا حس بيا، ده بابا حس ان انا راجل. حاجه هتلاقي فيه تغيير ان شاء الله اكيد يعني باذن الله. دكتور الحقيقه موضوع شيق جدا وانا نفسي اقعد اتكلم فيه من هنا لحد اخر الحلقه، ولكن للاسف الوقت بيداهمنا ووقتنا قرب ينتهي. انا عايزه من حضرتك نصائح ازاي كل اب وكل ام يقدروا يحافظوا على العلاقه دي ونقدر نعمل الكلام ده، لان في بعض الناس ممكن تسمعنا يا دكتور يقول لك لا ده الكلام حلو قوي بس نقدر ازاي نطبقه. ساعات الولاد يعني خلينا حياديين برضو احنا ما بنديش فرصه ليهم ان هم يعملوا كده. هو احنا يعني دايما لازم نفهم حاجه مهمه قوي، ان كل مرحله عمريه في حياه الانسان ليها خصائص وليها طريقه تعامل. يعني لما اتعامل مع الطفل غير ما اتعامل مع الطفل الكبير شويه اللي هو مرحله الطفوله المتاخره، غير ما اتعامل مع المراهق. كل مرحله لها طريقه تعامل، كل مرحله لازم اخد بالي منها ايه الخصائص بتاعتها. ولذلك بقول نصيحه ارجوكم الناس اللي ما خدتش دورات خاصه بكيفيه تربيه الابناء يحاولوا صدقوني دلوقتي بقت مجانا، في مراكز كتيره جدا. طيب في اي مركز؟ في اي مركز صدقوني بقت مجانا. ويعني لو في اجر بيبقى اجر بسيط جدا. تمام بجد. بحيث انهم هم يعرفوا ازاي يتعاملوا 1 2 3 مع ابنائهم. وفي نفس الوقت انا عايزه اقول للاب ارجوك تكون مصدر متعه لاولادك. أرجوك لا تكون مصدر ألم. مش بابا اللي بنخاف منه أول ما يجي، بابا اللي احنا بنقف نستناه على الباب علشان لما يجي هو المصدر بتاعنا، مصدر المتعة بتاعتنا. فأرجوكم احنا عايزين نكون أبائنا وأمهاتنا مصدر متعة وليس مصدر ألم. والموضوع كبير جدا وجوانبه كتيرة جدا، وإن شاء الله يعني ربنا يسهل ونقدر نتكلم فيه مرة تانية إن شاء الله. بجد يا دكتور أنا بشكرك جدا جدا. أنا شخصيا استفدت منك جدا جدا. كل كلمة قلتيها ليها معنى وليها جوانب أخرى بجد يعني فادتنا جدا جدا. دكتور صفيناز حبيب خبيرة التنمية البشرية والمستشارة الأسرية، شكرا جزيلا دكتور. نورتينا. شكرا. مشاهدينا يعني المعادلة سهلة وبسيطة، حب زائد تفاهم يساوي إنسان صالح للعمل، صالح للاختلاط، صالح للإنجاب، صالح إن هو يكون أسرة. ابني أو بنتي اللي أنا بربيهم النهاردة هيبقوا بكرة أب وأم. الحب والعطف ده شيء جميل قوي قوي بالكلمة الطيبة، ويعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال لنا الكلمة الطيبة صدقة. فما بال حضراتكم ده للناس الغرب، أمال ما بال أولادنا والناس اللي احنا يعني مفروض ما فيش حد في الدنيا أقرب لينا من أبنائنا. فخليكوا شويه يعني ودودين معاهم، واحنا كمان كابناء لينا دور كبير جدا في ان احنا نكون دايما قد المسؤوليه وعند حسن ظنكم. يا رب دايما نكون عند حسن ظن ابائنا، ربنا يخلي ابائنا وامهاتنا يا رب. مشاهدينا دي كانت فقرتنا الاولى. فقرتنا الثانية هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا للغاية، موضوع الأمراض المشتركة ما بين الإنسان وما بين الحيوان. هو ده موضوع فقرتنا مع دكتور نيفين صبحي. خلينا نشوف الموضوع ده في الفقرة اللي جاية ولكن بعد هذا الفاصل.